فمساء الفل والروقان على كل استخبصاوي اصيل بيحب يجيب الخلاصه من الكنترول. جهز قهوتك وركز معايا علشان الكلمتين دول هينسفوا كل اللي انت اتعلمته عن الربح من الانترنت السنين اللي فاتوا. طول عمرنا بنسمع جمله اعمل محتوى، نصيحه تقول لك ارقص على التيك توك او اشحت لايكات علشان الخوارزميه ترضى عنك، صح؟ تمام. علشان كده هتفضل تسال نفسك سؤال دايم، هو ليه مشاهدات تيك توك ماتت وازاي انقذ ارباحي وهكذا. السر بقى الاجانب اللي بيخبوه عن العرب في الايميل ماركتنج مرعب يا جدعان. اغنى اغنياء الانترنت في 2026 مش بتوع الشو، لا، دول بتوع البيزنس الصامت، بتوع النيوزليتر او النشرات البريديه. الناس دي بتعمل ايه؟ بتعمل مجله رقميه متخصصه وبيبيعوا اعلانات للشركات بالاف الدولارات وبيجيبوا فلوس هم نايمين حرفيا. هتقول لي يا استخبصاوي انا جربت كل الطرق والنيوزليتر مش شغاله معايا اصلا. هقول لك يا معلم علشان انت بتلعبها غلط. في حلقه النهارده هندخل بالهندسه العكسيه جوه الغرف المغلقه، هعلمك ازاي تبني قائمه بريديه بالاي اي وازاي تشقط ترافيك مجاني من ريدت وكوره من غير ما تاخد بان او حظر. طرطق ودنك معايا وخليك فاكر ان استخبص مش بتاع شروحات، استخبص بتاع استخبصات الكورسات الاجنبيه المدفوعه مجانا. ويلا بينا بعد الفاصل. بص يا برنس، تعال نتكلم على ميه بيضاء. اكبر كذبه في الربح من الانترنت هي ان انت تبني بيزنس على ارض مش بتاعتك اصلا. هسألك سؤال، ليه اصحاب المحتوى على السوشيال ميديا هم الاكثر عرضه للافلاس على نقيض صاحب النيوزليتر الصامت؟ هقول لك، لانك على السوشيال ميديا انت مجرد مستأجر، فساعتها الخوارزميه ممكن تتغير في منت، وساعتها الريتش بتاعك هيقع على الارض وهتسفه تراب، صح كده؟ تمام. القلم هنا حقيقي وبنلمسه وبنشوفه كل يوم، لكن بقى الاجانب الدحيحه فهموا اللعبه صح، فشافوا ان الفرق بين السوشيال ميديا اللي بتتحكم فيك والنشره البريديه اللي انت بتملكها هو الاونر شيب او امتلاك الجمهور. فلما مثلا تبني قائمه بريديه ايميل ليست، تمام، الداتا دي بتاعتك في جيبك. لو منصه قفلت بكره هتاخد ايميلاتك وتروح منصه تانية، وساعتها هتبعت رساله واحده ل 10000 واحد مهتم، فساعتها هتجيب مبيعات كتيره جدا او رعايات احسن من مليون مشاهده عشوائيه لعيال بتعمل سكرول وهي بتاكل لب. يلا يا معلم على اول خطوه عبقريه في الاستراتيجيه ديت. وعلشان تبتدي صح لازم تعرف الفرق بين حاجتين مهمين قوي، لان دولت اللي هيبنوا لك الارضيه بتاعت شغلك كله. ويلا بينا. طيب يا استخبص، انا اتحمست جدا وناوي اخد اول خطوه تجاه الاستقلال المالي. ابدا على ايه؟ هنا بقى ندخل في خناقه شوارع تقنيه ما بين البي هيف والسبستاك. ايه احسن منصه تبدا بيها؟ هقول لك، زمان كان السبستاك هو البابا بتاع الشغلانه، بس حاليا سبستاك بيحبسك في نظام معقد مفيش مرونه خالص، والادهى من ده كله انه بياخد منك رسوم توصل ل 10% على كل ربح بتربحه. يعني لو عندك 1000 مشترك بيدفعوا لك $5، المنصه هتاخد منك 10% ضريبه نجاح. طب ليه تدفع العتاوه دي طالما في بديل افضل من كده؟ عشان كده ظهر التنين المجنح بتاع 2026، منصه بي هيف. المنصه دي مش بتاخد اي حاجه من ارباحك خالص، يعني هتاخد فلوسك كامله مكمله، غير ان فيها ادوات نمو مرعبه زي برنامج الاحاله بتاعها، وده اللي بيخلي المشتركين بتوعك يسوقوا لك النيوزليتر بتاعتك علشان ياخدوا هدايا. يعني من الاخر لو بتسالني على البي هيف ضد سبستاك، هقول لك الحكم النهائي ان بي هيف تدي الضربه القاضيه لسبستاك، لانه بيخليك تحتفظ بفلوسك وتكبر اكبر بسرعه كمان. تعال اقول لك ازاي ما تتحذرش ببرومبت خطير على المنصات ديت. وهنبدا اول شغل على الاي اي. يلا يا جدعان. سامعك يا اللي بتقول لي يا استخبص انا ميح في التكنولوجيا وما عنديش لغه اجنبيه اكتب بيها نيوزليتر اصلا. يا باشا احنا في 2026 عصر الذكاء الاصطناعي، بس اهم حاجه خلي بالك من الفخ اللي هو ايه؟ الذكاء الاصطناعي بيكتب كلام روبوتي، علشان كده بلاش تستخدمه زي الهواه. فلو كتبت لشات جي بي تي اكتب لي ايميل هيطلع لك ديباجه مرصوصه تحس ان هو انسان آلي واخد برد. وهنا يا معلم هتظهر الكارثه، لان الايميلات الشرعيه 20% منها بتروح سبام فولدر، ما بتوصلش للصندوق الاساسي اصلا. طب ليه؟ لان فلاتر جوجل ذكيه جدا وبتشم ريحه الاي اي الرخيص. الحل العمل هنا الهندسه العكسيه. اول حاجه التقنيه، لازم تضبط حاجه اسمها DKIM او
DMARC في اعدادات الايميل بتاعك. ودي يا معلم زي البطاقه الشخصيه بالظبط، بتقول لجوجل انا بني ادم محترم مش سبام. تاني حاجه المحتوى، ازاي تظبط البرومتس عشان النيوزليتر ده تبان بشريه 100%. هنا هنستخدم كلاود 3.5 اللي هو 3.5، وتديله شخصيه وتكتب له في البرومبت استخدم جمل قصيره، لغه حواريه، تجنب الكلمات المعقده. كده يا معلم الايميل هيوصل فعلا الانبوكس زي الباشا، والمشترك هنا كمان هيفتحه وهو مستمتع. وهنا تبدا الاستراتيجيه الحقيقيه تتحقق على ارض الواقع. تعال اقول لك بقى على ثاني خطوه مهمه جدا، ازاي تجيب مشتركين من ريدت وكوره مجانا وباستراتيجيه عبقريه. يلا بينا نبدا. وصلنا بقى يا معلم لاهم نقطه في الحلقه كلها، لو ما عندكش متابعين ازاي تجيب الاف المشتركين من ريدت وكوره مجانا ومن الصفر. كلنا عارفين ان انت لو دخلت ريدت ورميت اللينك بتاع النيوزليتر بتاعك هيعمل لك بان في ساعتها من قبل ما ترمش كمان، لان مجتمعات ريدت عامله زي لجان التفتيش بيقراوا الاعلانات. السر هنا بقى فين؟ في حاجه اسمها استراتيجيه الطعم النافع او ليد ماجنت. بص يا سيدي، انت هتدخل مجتمع فيه نيتش غالي زي الذكاء الاصطناعي والاستثمار، بعد كده هتكتب بوست دسم جدا بيحل مشكله معقده خطوه بخطوه وتديهم الخلاصه مجانا، وفي اخر سطر تكتب جمله شياكه بتقول ايه؟ لو الاستراتيجيه دي عجبتك انا ببعت استراتيجيات اعمق منها بكتير كل يوم جمعه في مجال الرقميه المجانيه، تقدر تشوفها من اللينك ده. انت بكده يا معلم فعلا تخطيت قوانين كوره الصارمه، وكمان استغليت خوارزميات ريدت بذكاء. انت كده بتديهم قيمه مرعبه فبيجروا وراك علشان يسجلوا، وساعتها ده بيقابله ترافيك مجاني مهول ومستهدف كمان بالملي. يا صديقي، امتلاكك لقائمه بريديه ده بيساوي امتلاك ماكينه فلوس حقيقيه. الاستقلاليه الكامله بعيدا عن قوانين فيسبوك وانستجرام هي دي فعليا الحريه الماليه اللي اي حد المفروض يدور عليها. لو عقلك نور واكتشفت ان انت كنت بتضيع سنين كتير جدا من عمرك، اخبط اللايك المتين اللي بيشجعنا واشترك في قناه استخبص. كل المصادر والروابط اللي اتكلمنا عنها هتلاقيها في صندوق الوصف تحت الفيديو. وخليك فاكر استخبص مش بتاع شروحات، استخبص بتاع استخبصات الكورسات الاجنبيه المدفوعه مجانا. سلام يا ابطال.